تخيلوا معايا مكان واحد بس في مصر بيجمع بين النيل والبحر في نفس اللحظة، وده بالظبط اللي بيميز فندق شتايجن برجر في راس البر. الفندق موجود في أهم نقطة في راس البر. هاخدكوا جولة سريعة في الفندق، فكملوا معايا الفيديو للآخر. النهاردة هاخدكوا جولة سريعة جوه الفندق ونشوف مع بعض هل يستحق فعلا يكون من أفخم وأغلى فنادق راس البر ولا لأ. بس قبل ما أبدأ، وزي ما متعودين دايما واللي لسه أول مرة يشوفني، أنا شروق بقدم محتوى عن السياحة والسفر جوه مصر وبره مصر، والفنادق وأهم مميزاتها وعيوبها وأهم أماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا أول بأول. ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار سيبولي تحت في التعليقات وأنا هرد عليكم. ويلا بينا نبدأ. فندق شتايجن هو فندق 5 نجوم من أفخم وأغلى فنادق راس البر. كمان الموقع بتاعه مميز جدا، مفيش أي فندق في راس البر موقعه الإطلالة بتاعته بانوراما زي فندق شتايجن، بيطل على النيل والبحر ونقطة التقاء النيل بالبحر في نفس الوقت. فبجد الإطلالة بتاع الفندق مميزة جدا، مش موجودة في أي مكان تاني، يعني مش في راس البر بس، في مصر كلها. كمان الفندق مستمد الشكل المعماري بتاعه من نفس شكل المعمار في راس البر، علشان يكون واخد نفس الشكل بتاع مباني راس البر كده، بس على طبعا شكل فخم جدا. الفندق بجد من اجمل الفنادق هناك. طبعا هو سعره بيكون غالي شوية، بس احنا هفرجكم على كل حاجة وانتوا تحكموا هو يستحق ولا لا. الفندق مجرد ما بتدخل بجد حلو جدا، الاستقبال كويس جدا. الفندق طبعا ليه بيتش خاص بيه، البيتش بتاعه جنب شاطئ الخليج، بيتش نضيف جدا وهتحسوا كمان بالخصوصية هناك. كمان الفندق ليه ساحة باركنج كبيرة. الفندق فيه طبعا بول خاص بيه، بول في الدور الأول. الإطلالة كمان من البول هتكون على النيل وعلى البحر، فالإطلالة بتكون حلوة جدا. كمان الفندق بيوفر طبعا غرف كل المستويات، كمان في غرف دبل سنجل، في كمان أجنحة، في كل حاجة انتوا عايزينها. الإقامة في الفندق بتكون شاملة الفطار، سياسة الأطفال بيكون طفل واحد لغاية 12 سنة مجانا. خدمة الغرف ممتازة جدا. الغرف كمان طبعا بتكون مكيفة، فيها شاشة ميني بار، طبعا بيكون فيها مية ومشروبات وكاتل. كمان التويلت طبعا حلو جدا، وبيكون فيه كل حاجة ممكن تحتاجوها من شاور شامبو فوط، كل حاجة تحتاجوها هناك. كمان في واي فاي في الفندق كله وفي الغرف. الغرف الإطلالة بتكون على المدينة أو على البحر والنيل، فبجد بتكون الإطلالة حلوة جدا جدا. في كمان جيم حلو جدا على أعلى مستوى، وبيكون الإطلالة كمان على النيل وعلى البحر برضو. فكمان الفندق بيوفر بجد خدمة ممتازة. كمان في لاونج هناك VIP، في كافيهات تقدروا ان انتوا كمان تدخلوا تشربوا اي حاجة انتوا عايزينها طبعا في الفندق من غير ما تكونوا مقيمين هناك. تقدروا كمان تاخدوا دي يوز هناك، في غرف مخصصة للدي يوز بتكون على البول، برضو بتكون حلوة جدا جدا. الغرف دي مش بتكون مخصصة للدي يوز ان انتوا تستخدموا البول بس، انتوا ممكن كمان لو انتي عروسة وحابة ان انتي تتجهزي في الفندق ويجيلك الميك اب ارتست هناك وكمان تتصوري هناك، فبتاخدي غرفة دي يوز كامل هناك، برضو بتكون تجربة حلوة جدا. كمان بتقدري ان انتي تاخدي دي يوز على البيتش الخاص بيهم. فبجد الفندق بيوفر حاجات كتير حلوة جدا. وزي ما قلت لكم برضو طبعا تقدروا ان انتوا كمان تاخدوا فطار اوبن بوفيه من غير ما تكونوا مقيمين هناك، تقدروا تفطروا هناك عادي جدا. فالفندق بجد تجربة حلوة جدا.
بالنسبة ليا فأنا شايفة كمان إن الفندق بجد الموقع بتاعه بيخليه برضو الريت بتاعه يكون عالي شوية، ويعني ممكن يستحق كمان إن هو يكون بالسعر ده. طبعا ده غير إن هو تابع لمجموعة جاز، فطبعا أسعارهم بتكون معروفة، الخدمة اللي بيقدموها طبعا على أعلى مستوى. عايزة أقول لكم كمان إن هو بيكون مميز لفئة وفئة لأ. الفئة اللي بيكون الفندق مميز ليها الفئة اللي مش بتعرف تسافر مسافات بعيدة، وبتكون في نفس الوقت عايزة تقعد في فنادق عالية، فهي بتكون مناسبة ليهم جدا. الناس اللي بالنسبة ليها السفر لمسافات بعيدة مش مشكلة، فبيفضلوا طبعا ان هم يدفعوا الاسعار دي في اماكن تانية زي الغردقة وشرم الشيخ. فدول طبعا بيشوفوا ان السعر مبالغ فيه للفندق ده. بس طبعا كل واحد على حسب ظروفه، كل واحد بيحدد الفندق مناسب ليه ولظروفه ولا لا. عايزه اقول لكم كمان ان الفندق كمان متوفر فيه ATM، علشان لو انتوا حابين يعني تعملوا اي حاجه ما تضطروش ان انتوا تخرجوا بره الفندق. كمان عايزه اقول لكم القعده في الفندق حلوه جدا، سواء على البول او فوق في المطعم، مطعم الفنار فوق. عايزه اقول لكم كمان الفندق فيه 4 مطاعم، ده غير البارات طبعا، بار في كل مكان، بار على البول، بار على البيتش، بار كمان في اللوبي. في بارات كتير متوفره في الفندق. فالفندق بجد بيقدم خدمات حلوه جدا كتير. ممكن الاسعار غاليه شويه، بس ده طبيعي في الفئة دي من الفنادق. بشوف طبعا تعليقات لناس كتير بتقول لا احنا ما ندفعش السعر ده كله في راس البر. في ناس يا جماعة مش متوفر ليها غير ان هي تروح راس البر، المكان قريب ليهم، مش بيقدروا على السفر لمسافات كبيرة. فبجد الفندق بيوفر خصوصية وخدمة عالية جدا. بجد خصوصية، يعني انتوا تقدروا تقضوا يعني الاجازة بتاعتكم كلها في الفندق من غير ما تضطروا ان انتوا تخرجوا بره. هو طبعا الاقامة بتكون شاملة فطار بس طبعا بيكون متوفر غدا وعشاء بتكلفة اضافية. لو انتوا مش حابين تاخدوا غدا وعشاء في الفندق، طبعا مفيش اكتر من المطاعم في راس البر، كل انواع المطاعم موجودة. اسماك، اكل اللي هو فاست فود، في حاجات كتير جدا بقى. الفطير معروف جدا في راس البر. طبعا الفندق كمان في مطعم على البحر على طول. تقدروا ان انتوا تاخدوا العشاء هناك، بجد بيكون اجواء حلوة جدا. انتوا بتكونوا قاعدين في قلب البحر، فبجد التجربة حلوة للي ظروفهم تسمح ان هم ينزلوا الفندق ده، فهتكون بجد تجربة ممتعة جدا جدا. الناس اللي بتعترض وخلاص علشان سعره، انتوا تقدروا تروحوا طبعا في فنادق تانية كتير في راس البر. انا كنت نزلت برضو فيديو بتكلم عن فنادق راس البر، هسيبها لكم في الاي فوق، وهسيب لكم لينك الفيديو في الوصف تحت. ده غير طبعا منزله فيديوهات لجولات في راس البر، هسيبها لكم برضو في الوصف علشان تقدروا تشوفوها. الناس اللي عايزين فنادق باسعار كويسه سيبولي برضو تعليقاتكم واستفساراتكم، هرد عليكم في الكومنتس. في فنادق كل المستويات في راس البر. فانا كنت حابه اصور لكم الفندق ده علشان الناس اللي بتكون حابه تنزل في فنادق 5 نجوم وتكون قريبه منها مش بعيد، ففندق شتايجن هيكون مناسب جدا. لو عندكم اي سؤال خاص بالفندق سيبولي تعليقاتكم، انا يعتبر قلت كل حاجه، بس لو في اي حاجه انا مقلتهاش سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. كمان متاح الاستفسار عن اي حاجة من خلال رسائل الانستجرام، هتلاقوا الرابط في معلومات القناة، تقدروا تبعتولي وتعملوا فولو برضو هناك. وفي الاخر عايزة اقول لكم ان احنا عندنا في قناة فكرة وسفرية بتكلم فيها عن السياحة والسفر، سواء سياحة داخلية او خارجية، وافضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر سواء بحر احمر او بحر ابيض، وترشيحات الفنادق وافضل الرحلات واماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ويهمني جدا ان اعرف رايكم في الكومنتس، وباي باي.